السلام عليكم، معاكم بشرى وشراكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أنا اليوم جيتكم بنوفل فيديو اللي راح نشارك فيها معكم وصفة بنيون بريستيج. يجيب القطايف والمذاق تاعو يجي بزاف هايل. جبته لكم بطريقة جديدة وإن شاء الله ينال إعجابكم. نبداو على بركة الله، بسم الله. أنا هنا عندي كيلو مكسرات، عندي خليط بين اللوز والجوز، كيما تقدروا تستعملوا الكاوكاو. كنت حمصتهم ورحيتهم خشان. عندي كيلة تاع القفرات ايضا رحيته. كيلة تاع القطايف هنايا شيتها واجدة محمصة ومرحية. سينو تقدروا تستعملوا هذيك اللي تجي نورمال، تحمصوها نتوما في الدار وترحيوها. عندي نص كيلة تاع الكاطو، وعندي حلوة الترك، عندي يعني غير مورسون صغير. عندي ربع كيلة تاع جوز الهند اللي هو نواد كوكو. ورايحه نجمع الخليط تاعي بلا باتا تارتيني تاع البوينو هذه تاع المرجان. في ريسيبيون درت كل حاجة، درت الكاطو، درت المكسرات، درت القفرة تاعي ايضا. زدت ضفت عليه القطايف هادوك وضفت نواه كوكو وهذاك الحلوة الترك اللي كانت عندي. عبصت هكا الحلوة الترك غير شوية بيديا، من بعد نخلطهم كامل هاد الخليط مع بعضه باش يتجانس كيما راكم تشوفوا هكا. من بعد نبدا ندير في هاد لاباطا تارتيني تاع البوينو، مذاق تاعها بزاف هايل. كيما تقدروا تستعملوا العسل، كيما ايضا تقدروا تستعملوا شوكولاته الطلاء، كل واحد باش يحب يجمع الخليط تاعو. ايضا تقدروا تستعملوا الكراميل. انا هنا درت هذه لاباطا تارتيني تاع البوينو، وزدت ايضا شويه تاع العسل، درت حوالي 3 ملاعق كبار تاع العسل هكا باش يجيني البنيون تاعي معسل للقلب. صدقوني هاد الوصفة بزاف هايلة. روماركيت بلي ولاو يديروها تانيك في العراس، يديروها في لي بواط بريستيج وبزاف شابة. نجمع هنا الخليط تاعي حتى يولي يتماسك هكا وما يجيش مطلق، يعني كي نشكلو كورية يقعد حاكم روحو بهاد الطريقة. انا هنا حنستعمل هذا المول اللي يجي كاري، كيما تقدروا تستعملوا اي مول حبيتوه. انا فقط حبيت نوري لكم برك الموديل اللي راهو طوندونس، حبيت نديره لكم. هنا عندي 350 غرام تاع شوكولاتة بيضاء اللي كنت ذوبتها على حمام مائي دون اي اضافة. ما نزيدوا لها ني زيت ني حتى حاجة، ندوبوها من بعد نروحوا نطليو بها لي مول تاعنا، يعني ندهنوهم بها. درت الطبقة الاولى دخلتها للمجمد، اكدت انا بزاف على القاعدة كي درت الطبقة الاولى. وفي الطبقة الثانية راني نعاود فيها، راني نأكد على الجوانب، ندير لهم مليح. من بعد نزيد ندخلها الكونجيلاتور تحكم روحها حوالي 2 دقائق، ومن بعد نخرجها. دوكا هنا انا حبيت ندير لها هاد الحشو تاع شوكولاتات الطلاء تاع المرجان ايضا، درتها في لابوش وراني نحشي بها. حبيت برك الكاطو تاعي يكون فيه خليط بين القرمشة والطراوة. القرمشة تاع البنيون اللي كنت درت فيه القطايف والقفريط والمكسرات اللي كنت يعني رحيتهم خشان. وحبيت الطراوة تاع الشوكولا كيما شفتوني درت الشوكولا. دوكا رايحة ندير البنيون تاعي، شوفوا كيفاش رايحة نشكلو. نديرو على شكل مربع هكا بيدي باش يسهل عليا العملية كي نحطوه في المول ديالو. من بعد نحطهم الفوق، نضغط عليه غير شويه برك باش ما نكسرش الشوكولا تاعي. وهذا ما كان طريقه سهله، وصدقوني بزاف حيجي بنين، يجي ما شاء الله. ننصحكم كامل انكم تجربوه، بما انه عيد الاضحى راهو على الابواب. ماذا بيا لو كان تجربوه وتشاركوني التطبيقات تاعكم. حبيت نقول لكم بلي الوصفه راني نخليها لكم مكتوبه في صندوق الوصف، وحتى حسابي تاع الانستغرام، مجموعتي تاع الفيسبوك، وصفحتي تاع الفيسبوك ايضا راهم في صندوق الوصف. ما تنساوش ديروا جيم وديروا ابوني باش يلحقكم كامل جديد من الوصفات اللي راني نقدمهم.
دوك هنا بعد ما درت البنيون داخل، دوكا رايحة نزيد ندير الطبقة الأخيرة اللي هي الشوكولا نغلق بها البنيون تاعي. ندخلها للمجمد 2 دقائق ونحيها. هنا نبدا نديمولي فيهم كيما راكم تشوفوا، هذوك الزوائد كامل من بعد نحوهم بالموس. انا هنا حبيت نوري لكم بلي كي راني نديمولي فيهم ما راهمش كامل يتكسروا لي. يعني صراحه جو ما شاء الله. دوك هنايا راني حبيت نسقمهم معاكم. شوفوا كيفاش نحي لهم كامل هذوك الجوانب بالموس غير هكا شويه، يعني ماوش حيفسد الشكل ديالهم. عرفوا برك كيفاش تنقيوهم. اي فوالا جات ما شاء الله. انا حنزينها بهذا الريشه يعطولها ريشه النسيم، الله اعلم. هذا هو الشكل النهائي تاعهم، جا شكل ما شاء الله. نتمنى انه يكون نال اعجابكم، وانه هذه الوصفه تجربوها وتشاركوني تطبيقاتكم. حبيت نقسم معاكم باش تشوفوا القوام تاعو، ما جاش يابس، جا بزاف طري، حتى الطبقه تاع الشوكولا جات طريه. وشوفوا كي درنا هذاك الخليط بين البنيون والشوكولا اعطى لها منظر بزاف شباب. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. نوريكم القوام تاعها، يعني غير هكا بيدي بلا الموس. ما بقى لي غير نقولكم دمتم أوفياء ومع السلامة.